منذ إعلان الملك محمد السادس عن طلبه الموجه لرئيس الحكومة عبد العزيز أخنوش بتعديل مدونة الأسرة في المغرب، افتتح النقاش المؤسساتي مرفوقاً بجدل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. مشاورات ومقاربة تشاركية من أجل تعديل الاختلالات التي تضمنتها مدونة. الرجال قاوموا على النساء وما حيدوا هذا الشيء هذا، خلونا حنا لتحت نهائيا. علاش انا غنشري دار غنضرب فيها تماره وشحال وانا كنجمع فيها وغتجي وحده غدير لك فابور. وتعتبر مدونة الأسرة في المغرب هي القانون الذي بموجبه تصدر محاكم الأسرة أحكامها في الأمور المتعلقة بنزاعات الزواج والطلاق وحقوق الأطفال والإرث والوصية، وكانت قد صدرت آخر نسخة منها سنة 2004. في هذا الفيديو سنرى أهم تفاصيل المنتظر تعديلها في النسخة الجديدة لمدونة الأسرة في المغرب. وما هي تفاصيل الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس لعزيز أخنوش؟ 6 أشهر هي المهلة التي منحها الملك محمد السادس للحكومة المغربية من أجل رفع مقترحاتها بشأن تعديل مدونة الأسرة. ووجه العاهل المغربي الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها. وإثر ذلك سارع رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع بمقر رئاسة الحكومة خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية. الرسالة الملكية التي جاء فيها: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. خديمنا الأرض السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أمنك الله ورعاك، وعلى طريق الخير والسداد ثبت خطاك. وبعد، فقد مر على صدور مدونة الأسرة ما يقارب عقدين من الزمن. هذه المدونة التي كانت محل ترحيب مجمع عليه اعتباراً لما حققته من مكاسب على مستوى النهوض بحقوق المرأة وصون حقوق الأطفال والحفاظ على كرامة الإنسان ودعم دولة الحق والقانون وبناء المجتمع الديمقراطي، وذلك في احترام تام لشريعتنا الإسلامية ومراعاة للتطور الذي عرفه المجتمع المغربي. وهذه هي النقطة التي تهمنا، وهو أن التغييرات التي كانت والتي سيتم القيام بها سيكون لها علاقة بالشريعة الإسلامية واحترام تام لديننا. ما غتغير بالمقارنة مع الأساس ديال مدونة الأسرة اللي كان دار في 2003. ما المقصود بالأساس المبادئ العامة. شنو هي المبادئ العامة؟ واحترام الخاصية ديالنا كبلد إسلامي، احترام الدين ديالنا والشريعة الإسلامية. ورغم ما جسدته من مميزات وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني. هذه اللجنة سترى التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي دون المساس بالشريعة الإسلامية، لأن في 2004 لم تكن هناك مواقع تواصل اجتماعي، بل لم يكن معدل الطلاق مرتفع مقارنة باليوم. أجل، ما نطمح إليه من تأهيل للمدونة يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددنا مبادئها في خطاب جلالتنا المؤرخ في 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وجددنا التأكيد عليها في خطاب العرش الموجه إلى شعبنا العزيز في 30 يوليو 2022. والواقع أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي المرأة حقوقها وتعطي للرجل حقوقه وتراعي مصلحة الأطفال. فنحن حريصون على أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية
وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. ومن هذا المنطلق، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وإننا واثقون بأن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملائمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالمياً. وكما أكدنا أكثر من مرة، فإننا بصفتنا أمير المؤمنين لا يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحله جل وعلا. إذا تعليمات الملك محمد السادس واضحة، وهو أن تكون مراجعة لمدونة الأسرة في احترام تام للشريعة الإسلامية، ما رأيكم في هذا الموضوع؟